سلام بنات، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من البودكاست ديالنا توك ويد مارو. عرفت راسي غبرت عليكم بزاف. كان هاد الشهر ديال رمضان. حنا عارفين بلي رمضان شهر ديال العباده، شهر ديال التقرب من الله، شهر ديال اننا نكونوا في احسن نسخه من راسنا. آه كان عندي بزاف ديال الترددات انني نسجل ولا ما نسجلش. حاولت ان نخلي هذا الشهر هذا يدوز، نركز على العباده ديالي، على القرايه، على لي ستاج، على العائله. وكان خصني نساكريفي شي حوايج، ومن بين هاد الحوايج مالوغوزمون ساكريفيت بانني نخلي واحد الوقت باش نسجل البودكاست. ف سمحوا لي غبرت عليكم، مي انا رجعت لكم بواحد الفيديو جديده. والعنوان ديال هاد الفيديو اليوم هو كيفاش نبقاو في احسن نسخه من بعد رمضان. رمضان كان واحد الفرصه زوينه باش نقربوا من الله، باش نصلحوا راسنا ونبداو عادات جديده زوينه، بحال الصلاه. البنات اللي ما كانوش كيصليو ولا اللي كانوا ما كينتظموش الصلاه ديالهم، قراءه القران، الصدقه، وبزاف ديال الحوايج زوينين. ولكن المشكل هو انه ملي كيسالي رمضان بزاف ديال البنات كيحسوا براسهم رجعوا اللور، والعادات الزوينه كيبداو يتخلاو عليها وحده بوحده. فاليوم غادي نهضروا كيفاش نبقاو محافظين على هاد العادات، وكيفاش نبقاو في ديك الطاقه الايجابيه ديال رمضان حتى من بعد ما يسالي. فخليكم معايا ويلا نبداو. واول عاده عندنا هي انها الصلاه شي حاجه اللي مقدسه. الصلاه هي العباده الوحيده اللي نزلت في السماء وماشي في الارض، ولا خصني نقول اللي تفرضات في السماء ماشي في الارض. فالصلاه ماشي غير في رمضان. ياك في رمضان كنا كنصليو في الوقت وكنحرصوا على الصلوات كلها. فالصلاة هي الرابط اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهي اللي كتجعلنا مرتاحين نفسيا ومطمئنين. فاختي العزيزة، حطي في قلبك واحد القرار ان الصلاة ما غاديش نحبسها حتى الا غلطنا، ولا اجلنا الصلاة ديالنا، ولا تجمعوا علينا الصلوات كنا مثلا ما لقيناش كيفاش نديرو، نرجعوا نوضوا ونرجعوا نكملوا. فهذه واحد الحاجه اللي مخصناش نحبسوها، سواء في رمضان سواء من غير رمضان. واحد الحاجه اللي ضروريه، والمهم اننا ما نقطعوهاش. تاني حاجه وهي القران اللي هو الحياه. ملي كنا في رمضان كنا كنسمعوا ان نقراو القران بزاف، ولكن بعد رمضان علاش غنحيدوا هذا النور من حياتنا؟ حتى الا ما قدرناش نقراو 2 و3 صفحات في النهار، قراي اقل ما يمكن. قراي غير صفحه واحده في اليوم راه غتاخدي عليها اجر. صفحه واحده في اليوم الا بديتي بها من هنا لواحد الشهر، غتولي تقراي صفحه وجوج وثلاثه وكتر. غتولي انتي كتسني هذاك الوقت اللي غتجلسي فيه وتحلي القران، وتجلسي وتستمتعي بداك الوقت اللي كيكون واحد الوقت زوين وثمين، اللي احنا عارفين باللي كل حرف ب10 حسنات. فما بالوكي الا قريتي صفحه، فهادشي زوين بزاف. قراي غير صفحه واحده في النهار ولا حتى ايه واحده في النهار، غير هو المهم انك ما تحبسيش. ثالث حاجه وهي ان حسن الخلق والتعامل مع الناس. هذه واحد الحاجه اللي لا لاحظتو كنهضر عليها في كاع الحلقات تقريبا، ان نكونوا مزيانين مع الناس ونكونوا مزيانين في التعامل ديالنا مع الناس. واحد الحاجه اللي كتبين على التربيه ديالنا، كتبين على الشخصيه ديالنا كيفاش دايره. فاش كنا صايمين في هذا الشهر هذا كنا كنحاولوا نكونوا زوينين مع الناس، ما نتعصبوش وما نديروش المشاكل. ولكن من بعد رمضان شنو غيتبدل؟ كوني ديما في هذه الاخلاق، لان حسن الخلق هو اللي كيبين شحال ديال الايمان اللي في قلبك. حسن الخلق كيغفليتي شكون انتي من الداخل. فما نقطعوش هاد العاده هذه زوينه، ونبقاو نعاملوا الناس كيف ما كنا كنعاهم لهم في رمضان، باش ما نكسروش بالخاطر ديالهم، باش ما نتعصبوش، باش ما نديروش المشاكل. فنخليو هذه واحد القاعده عندنا، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فكنوصيكم على حسن الخلق والتعامل مع الناس. رابع حاجه وهي انك تستمري في التطوير ديال راسك. فاش كنا في رمضان عاوتاني كنا كنحاولوا نبعدوا على العادات الخايبه ونكونوا احسن نسخه من راسنا. ماشي ضروري في رمضان باش تبداي تحسني راسك كل نهار. ف ملي خرج رمضان اعتبري ان كل نهار فرصه جديده باش تكوني احسن. ديري النيه ديالك،
خدي خطوات صغيره ومستمره باش تطوري راسك اكثر. بحال مثلا غتنوضي الصباح غديري واحد 30 مينوت ديال اليوغا، 20 مينوت، علاش ما قديتي حتى 10 مينوت مزيانه الا بديتي بها من الاول. القران كيف ما قلنا، قراي صفحه واحده ولا حتى ايه ولا جوج ايات في النهار. الصلاه ديالك في الوقت ديالها، وقتك يكون منظم. الا بغيتي تعلمي لغه جديده ولا مهاره جديده حطيها في وقتها وانتظمي على داك الوقت اللي غادي تحطيه فيها. فهاد الخطوات الصغيره واللي كتخليك انك تكوني ديسيبلينه في النهار ديالك، فكوني اكيده انها غادي تعاونك في انك تطوري ذاتك وتطوري راسك. وكيف ما كنقولوا ديما consistency is the key. الا كنتي مثابره ومستمره في داكشي ديالك، في اي حاجه كتحطيها، في اي اوبجيكتيف كتحطيه، فكوني اكيده انك غادي توصلي ليه. بهذا بنات كنكون وصلنا للنهايه ديال البودكاست ديالنا اليوم. نتمنى ان هذه الحلقه هذه تكون خفيفه على قلوبكم. انا حاولت ما نطولش عليكم فيها بزاف. خلاصه البودكاست ديالنا اليوم، غادي نقول لكم ان رمضان ماشي غير شهر، رمضان مدرسه كتعلمنا كيفاش نتقربوا من الله، كيفاش نكونوا احسن نسخه من راسنا. دابا التحدي هو اننا نبقاو على هذا الطريق حتى من بعد ما يسالي. وديما ديري في راسك وديري في بالك بلي الله كيشوف نيتك والمجهود ديالك، وغادي يعاونك الا بغيتي تكوني قريبه منه. وغادي نقول لكم واحد الايه ولا واحد هي ماشي ايه مي بلوتو واحد المقوله، هي ان سعى عبدي وانا غنعينك. يعني سيدي ربي الا شافك انت كتسعى، الا شافك انت كتسعي وكتجاهدي، فهو غادي يعاونك اكيد. البنات بغيتكم تقولوا لي في لي كومونتير شنو هي العاده اللي تعلمتوا في هذا رمضان وبغيتوا تبقاو مستمرين فيها. شكرا حيت بقيتوا معايا حتى الاخر، كنبغيكم. باي باي، نتلاقاكم في الحلقه الجايه.